دەستێکی تایبەت ئەف دەمە حەمیدەمەوە خۆش بن تەماشاوان و بینەرە عەزیز جارێکی دن بە دۆسێکی تایبەت ئەم بەهرەنە بینەرێمە جوواکەمە بە پرەنگی و بەدەویە خۆتێ ناسین ملەتێ وێژی بە دڵخۆشی و بە دڵنەرمیە خۆ بە هەڤرە ژیان دکن لێ دژمنێ مرۆڤاهیە وێ بەدەویە تحمل ناکە بحەمیرێ بازان ئێریشی ناوە جوواکەمەتکە و مادەین هیچبەرژی یەک ji جوورەین van êrîşan bû di bername û di dosya xwe îro de em ê bikaranîn û belavkirina madeyên hişber di nava Bakur û Şilatê Sûriya de û tekoşîna li hemberî wê binasin û bore parve bikin di dosya xwe de îro em li navenda hêzên ewlekariya hundirîn ya li dijî madeyên hişberê ne em ê vêm jarê nîqaş bikin gotûbêj bikin û encamê wê jî bi hevre nas bikin. بله بینر و تماشاوانین هیجاش خو مدیاجی کرد و دوسیاما وید درباره بکارانین و بلافکرنا مادین هیچبر لهرمی ما Bakur û Şilatê Sûriya em ê vêm jarê bi berfirehtir bi yek jê endam an jî yek jê xebatkarê ku di nava hêzên ewlekariya hundirîn di beşên li dijî madeyên hîşberê de cih digre rêzar Felek Xelîl mehvanan me rêzar Felek gelek spas ku dema xwe wedame û spas dikin ku bon mehvanê me. سپاس خوش و بخیر هاتن. گلک سپاس دکیم بله رزار فلک ام دست پێکێ vêm jarê dest bi dosya xwe bikin madeyên hişber karanîn û belavkirina wê li herêmê Bakur û Şilatê Sûriya dest pêkê hûn çawa dinirxîn yan û çawa dibînin. شخوا ام وك باش تجي ماده هشبر لباكور و شلاتي سوريا يعني ام نافندا تجي ماده هشبر باكور و شلاتي سوريا ام حمه كانتونا ام روشا ويزانن جخوا بتايبت ماده هشبر د ناف جوانا ده تي بلافكرن والفيدك يعني وك دبن سيا شري تايبته ام ماده قالك هاتيه بلافكرن وبتايبت درباسي ناف جوانا تكن جبو د ناف جوانا ده جوان حريزي ده لباجار او اي بخد باجار مجهول دبن حريزي ده درت كيفن جبروي دبن سيا شري تايبته درباسي ناف جوانا تكن جواني مجي درباسي ناف ملت بقشتي تكن. بله رزار فلك از ویجی بپرسم یعنی کسی کو و مادین بکارتین یانجی بلاو دکن هری زیده چره بازا بکارتین یعنی چاو درباسي ناف دلی جوانان آن درباسي ناف دلی جواکت بن. شخوا ماده هشبر قش جدر في آلاني منتين حتى درباسي فردبن قالك ريباس هنا يجي سيارات درباستكن دقاطري مزن ده دبارا دارا درباستكن بشي درباسي في دكيدكن يعني د ناف زلاما ده وناف جنانجي حردو باش تيم بلافكر جخوا يعني مخابن جنجي بويا يكج ناف وان ايجو ماده بلاف دكر راست يعني نها دست بكده جن شخوا او بخوات تاني بلاف دكر اللي انا هاتيه تيف خوارنجي يعني دوسياي مي جنجي قالكي وسهاتيه تشاوا بلافتكن يعني تايبت اي جوان دبيجن مثلا شتا حبكي بتاغون تي روجكي صاغنا شيطبه مثلا افي قد خوينن دبيجي وجو حبكي وني دروجا سرشي خو بمينن يان قال لك يجي دريا هفالر تي يعني هفالي هيفن با هفرودنين دبيجي شتا اف حبك يرو استقشي امي شيار بن شخور يعني تخواتناي يان ويلاشي تبنشطينه تي دريا في حبيره يعني تي خاباندن دريا فيرجي قل لك تي بلافكرن شخوا جرك يعني مالبات هاج زاروكي خوها بن يكجي حتى زاروكي وات جدرفه بالكولانا بد دبستانا دبه لكويدك يبجي جرك دورا مالباتي الفيدك يقول لك هبه بله دنرينا ودا هري زيده كنجي اف ماده درباسي ناف جواكا مبون انجي تكيجا وقتي بتايبت تاكوت بك شركي تايبت نهاتي مشانتن ام تكارم بيجن كود دمك شرين لشكري لهري مامتي مشانتن خصن في جواكي بفي مادين هشبري لواز بك شخوا يعني دجمن بحر اواي هاتما يعني ويكجي بشتي د شر دنافا باكور و شلاتê Sûriyeyê çêbû madê hişbir bikaranîn ji bo civakê hilweşînin yani طريقek ji war nema hatin madê hişbir bikaranîn diriya wê jî ji xwe derbasî alanê me kirin û em karin çawa jî bêjin انه كرن هدفك يمزن شخرة يعني يجي باندوري الملت قشيتك باندوري المالباتاتك باندوري جواكي لوازدك جواكي بقشتي تلاواز كرن جبرولو يعني قل لك يجي بهات بكارانين تشقاسي ام دبيجن ام كاردكن سلي لأما اوقاسي ام كاردكن جي درباس دبه بله دنارينا ودا هري زيده كيجا ماده لهرمي دب كارانين يجي درباسي هرمي دبي شخوا قالك ماده دركتنا اللي ماده حريزي ده الباكور و Şilatê Sûriyeyê تي بلافكرن حشيش كبتاغون اتشبوس او جينافي وي كريستال ميس
بله اف کریستال هری زده ام زده کن ناوی و بلاو بیا آنجی دناف جوا کده گله کتاب کرانین ام هنه کی بحثاوی بکن خطریا ویچیا آنجی چه زرار بخورتینه یعنی جبلی آلین اخلاقی و جواکی آلیه تدرسی جی باندور دیکه ام هنه کیش مرا برفری بحثاوی ما تبکه کریستال هری زده جخوا کریستال بشتي شري سريكانية يعني بري ويجي هولي أما بشتي شري سريكانية حري زيادة بلافبو دنافا ملد ودبا كروشلات السورية دبخ. يعني بيجن كوج آلية دولة ترك وحكومة سوريا بري درباستو. راسته جوي شاغي دهبو لأما بشتي قلك هات بلافكرن ونافي ويجي دركت شخوا كريستال مس يعني دجرعاية كده دماتيفا خوارن مروف ادمان بسر ويعني نما كار دوري ويكف انا عم بيجن ما دي يعني ريا فجري جير هلي اما كريستال ميس ريا فجري جير تنيه يكجي جيد الجهاز العصبي تخي قرتشك كذب يعني الباندوري اللي حرتش لا شيء انسان دكه وريا فجري جير قلك زحمته اللي يعني كارن جرعاتي زيدجي وفاة شيد بله يعني ام ببيجن دنرينا ودا انجي لكوري سازيا لدجي في ماده اما اذا بكن دنرينا ودا يعني كسي كوفي ماده بكارتين 8 وان تناف برا كيجان 8 ده حري زيده يعني او بخواد ناف حما 8 ده هي لي حري زيده اول شيء درباسي ناف جوانا تكن يعني ام بيجن ج 8 حيجه صالي وبجورده ودفي داويه دجي يعني روشك تشيبو اي قاصرين قلكي وبكارتاني جبرجو يعني ام بيجن ناين محاكمه كرن جبروي دريا زارو كاره قلكي درباس كرن ووارت هلتاني مثلا يكي مظنفه خوار بزارو كار فت شرط وبهتريوي ام كارن بيجن ج 8 حيجده بالصالي حيا بسبي صاله قلكي دنافا جوانا ده تبلا فكرن بلي وك اركوا حياة شخصي هون لديجي فيكن يعني أما يزاد كنكو هر تم حملات هنا أوبراسيون هنا تشل رقايبة وتشل كانتونا جزيرة بجشتيبة شخوا حملاتي مناسكن يعني هردم هفال ناف كاردنة ملفاتي مازنجي تنقرتن ويعني نتني ملفاتي قوتين بلا فكرنش بيجي قلك ملفات تنقرتن ام تشاوا دكارن بيجن يعني جرك نتني بشي دجي ما ديهش بر فيتشتي مجول به يعني جرك من لدجي فيتشي يعني اسكارن بيجن مثلا مالبات زاروكي خو هشيار بكسر فيتشتي مع انه يعني وك شخو قناتي مهنه سر واتساب تليجرام فيسبوك يعني وقت توعي الويدكي تيتشيكر باورم وحملك بروشورة جدابو بلا ايوه راسته لكوباني لرقة الطبقة والجزيرة جي حملة بروشورات بلا فكرن يعني جرك هيزن او لكاريا هندر يعني بشاد جي ما ديهش بر فيتشتي راتبه لأما جرك جفاك جي بخرابه يعني ازبيج مثلا مالبات زاروكي خو هشيار بك دبستان مامستيوا وهشيار بك لزانينجها جرك افتش به هشيار كرن يعني جرك جفاك بخوجي بفيتشتي مجول ببه بله دفردا فيجي ببرسم يعني حياة شخصي وك ام بيجن سازيا ولا كاريا لديجي مادين هشبري وقال هفكاري ديش قاصتي ديا وبتشرنجية شخوا يعني نا تاني كارن راست ورنج مربيجن مك انا قلت قناه مال سر واتساب هي وسر تليجرام جي سر فيسبوك جي دريا واخو بجهنن دكارن دريا رقمي مجي هنا شخوا ورقم هاتينا بلا فكرن يعني دريا ورقم ماره كارن ابلاغ بدن شخوا كسي ابلاغ ده يعني سريه تامه سروا هي انه تخطري سرواتنا تاني يعني معلومه بجينن ما انه افتشتي وام بيف مجول دبن داويه ده بانكا واتشيا جبو حمي مال بطن جبو هر کسی که کوه ماده بکارتی نیانشی ترویج آویدی که هنج با آچید بیش. جخوا دسبیک امج مالبات و ملتی خود دسبیک کن ام بهوینه نکفن بن وی باندوره ده جبرگو کسی در باسی باجاری مدکی یعنی خراکرنا مدخوازه هلو شاندنا مدخوازه و یعنی شرکی تایبت گلکی مزنه یعنی هنجی نکتنه هیم بن باندوراوی گرانیاوی بیچقاسی اویال باجاری ما و زاروکی ما یعنی کسی دم مالباطة يشتنا احتمال هيدر باسي مالباطي به يعني حيا ام تخوازن حمم ملتيمه جدي وباف وزاروك وهفال دس بيبكن يعني اس هفالي خو هشيار بكم ازي دي زاروك خو هشيار بكن يعني ام تخوازن هشيار بون جحم الياد تشيبه و يعني هنك جي اشخاص بخوا قفتخون او بخوا نخوشن يعني او جي دبن سيا هنكادر ولولوا هاتي يعني برق ام واجري فقرين ام واخرا كل ام درباسبن يعني حرتش نتني ماديه بخوا شركه سياسيه نشري زراري مادي جي بخارتينه هم جواك جي خرادك هم باندوري لوانجي راستي يعني كسي قد فروشه ماديتي شخور دبالي اما كسي قد كرم ماديه تاويدره
گلک سپاس دکن که داوجی هر ساغ به سپاس دکن که آدم خدا هون بون مهوانی ما سپاس خوش سرچاوانت گلک سپاس دکن بله بین رو تماشاوانین هجاش خو مهوانا مجید ناو اخافنه خود دادیار کرن کو اف مادین هشبر هم زرارک بدنی هم زرارک دیده چواکی هم دیده مالبات جی جبر کو مادین هشبر وک جحرکی و درباسی بدنا مروان دبه هم بدنا ما خرادکه هم چواکا مجی لواز دکه پیوسته هر کس جمع پیوسته هر کس جمع خو دست پی بکه جواکی بپاریزه خو پرورده بکه و دوری و مادین هشبر بکه و اجبر کو مادین هشبر جواکا ما لواز دکه ارکا ما حمیانه بهوره ام جواکا خو بپاریزن و جوا مادین خراب دور بکن بینرو تماشاوانین هجاش خواهین دوسیا ما لدیجی مادین هشبره کو لحرمی توایی بلافونه ام بردام دکنش خواهم بشه دست که به هزن اولکاریا هندرینیا لدیجی مادین هشبر اف مجار گدو بیش کرد نهاد آلیه تندرستیه دجی به یک جه زیشکن هندرین رزدار اریج احمد مهوانا منه و هن زرار مادین هشبر ده بدن امروان ده آلیه تندرستیه ده به مرا گدو بیش بکه رح نحكي اليوم عن المواد المخدرة أو المخدرات بشكل عام تأثيرها وأضرارها على الجسم وعلى المجتمع وكمان على المرأة بشكل خاص. سبب التأثير المباشر للمواد المخدرة خلينا نحكي أول شيء ما سبب سرعة فعالية هالمواد المخدرة. أول شغلة إنه هي انتقالها يكون سريع عن طريق الدم، سواء طبعا في طريقتين، ممكن تنعطى عن طريق الحقن الوريدي وممكن تتاخذ عن طريق الاستنشاق. بالحالتين رح يكون انتشارها سريع بالدم ورح تعملي تأثيرات عصبية بشكل مباشر، بتأثر لي على ممكن تعمل لي أعراض عصبية وتعمل لي أعراض نفسية سلوكية، هي خلينا نقول خلال ثواني أو خلال دقائق. طبعا على المدى البعيد كمان إلى أضرار عصبية، أضرار قلبية، أضرار على الرئة. خلينا نحكي أول شيء تأثيرات الجسدية للمخدرات. ممكن تأثر لي، حكينا على الجهاز العصبي، ممكن تعمل لي فرط نشاط بالجهاز العصبي. في بعض المواد المخدرة لها تأثير منشط للجسم، فبتلاقي الشخص صار عنده فرط نشاط. وبعض المواد المخدرة بالعكس لها تأثير معاكس، يعني مثبط للجهاز العصبي، فبتلاقي صار عنده خمول، صار عنده تعب، صار عنده إرهاق. طبعا كمان هاي المواد المخدرة بتأثر على سلوكيات الشخص، ممكن نلاقي في عنده تصرفات غير طبيعية، نقص إدراك، نقص توجه للزمان والمكان والأشخاص. ممكن يأثر لي على النفسية، الحالة النفسية للشخص، ممكن يصير عنده اكتئاب، ممكن يصير عنده قلق، ممكن يصير عنده هلاوس، يصير يتخيل شغلات ما أنا موجودة. كمان ممكن يأثر لي على الجهاز والعلامات الحيوية. خلينا نحكي العلامات الحيوية مثل الضغط، النبض، التنفس. المواد المخدرة اللي قلنا انه ممكن تعمل لي نشاط زائد، ممكن تزيد لي معدل ضربات القلب، ممكن تعمل لي ارتفاع ضغط، ممكن تعمل لي نشاط زائد حتى بالعضلات. بينما بعض المواد المخدرة اللي تأثيرها مثبط للجهاز العصبي ممكن تعمل لي توسع أوعية وبالتالي بطء نبض، وبالتالي كمان هبوط ضغط أو رخاوة بالجسم ورخاوة بالعضلات. ممكن تأثر لي حتى على معدل التنفس، فيصير عند الشخص بطء تنفس أو تصبيط تنفس، وبعض الحالات ممكن يؤدي للوفاة. طبعا رح نحكي كمان شغلة إنه ليش يعني المواد المخدرة لما المرأة بتتعاطى مواد مخدرة ليش لها أضرار أكثر من الرجل؟ طبعا بالحالتين في أضرار، بس عند المرأة باعتبار المرأة لها الدور الأساسي داخل الأسرة وبتربية الأبناء، هي المسؤولة عن تربية الأبناء وتقديم الدعم النفسي. فلما تكون المرأة متعاطية طبعا هذا الشيء يأثر على كامل أفراد العائلة، يعني بتلاقي الإدمان انتقل للأبناء، بتلاقي صار في ظواهر يعني مثل السرقات، ممكن جرائم، ممكن يعني يصير في بطالة، فقر، يعني هاي الأمور كلها تصير شائعة عند كامل أفراد الأسرة. كمان تعمل لي مشاكل بين الزوجين، ممكن تعمل لي كمان زيادة العنف الأسري. هذا كله من تأثير المواد المخدرة. وهالشيء بيأثر على المجتمع؟
طبعا اكيد، باعتبار يعني قلنا انه المراه هي الدور الاساسي بتربيه الابناء، فبالتالي رح ياثر على الجيل كامل من الابناء في حال المراه كانت مدمنه. لا، حكينا عن اضرار المخدرات بشكل عام على الجسم، رح نحكي عن الاضرار المخدرات على المراه بشكل خاص. يعني المواد المخدره بتأثر لي كثير على الهرمونات، بتعمل لي اضطراب هرمونات، فبتعمل لي مشاكل عند المرأة، اضطراب دورة طماسية، مشاكل بالإباضة، مشاكل يعني ممكن تعمل لي عقم، وفي حال صار حمل ممكن تعمل لي تشوهات عند الحمل، تشوهات عند يعني تشوهات عند الجنين أو إسقاطات. ليش تأثير المواد المخدرة عند المرأة أكثر من تأثير المواد المخدرة عند الرجل، أو المخدرات يكون تأثيرها أكثر عند المرأة؟ لا، في عدة أسباب. إنه المرأة أول شيء حكينا إنه في عندها هرمونات أنثوية مثل الأستروجين والبروجسترون، هي بتكون تركيزها أعلى عند المرأة، وبالتالي هي تعمل لي استجابة للمواد المخدرة بشكل أكبر. بتلاقي إنه المرأة اللي لما تاخذ مخدرات رح تكون الأعراض العصبية أكثر، ورح تطول بجسمها كمان مدة أطول، يعني حضل بجسمها تركيز المواد المخدرة فترة أطول لتنطرح من الجسم. هذا كمان له أسباب، إنه المرأة طبيعة جسمها في شحوم زيادة عن الرجل، ففي مواد مخدرة تمتص عن طريق الشحوم، فبالتالي يصير في امتصاص، يعني المادة المخدرة بتضل مدى أطول بالجسم. وكمان شغلة تانية إنه تركيز الماء بجسم المرأة أقل من جسم الرجل، كمان هذا الشيء بيقلل إطراح المادة المخدرة، فبتلاقي الرجل والمرأة أخذين نفس تركيز الجرعة من المادة المخدرة، بس بتضل بجسم المرأة فترة أطول، يعني بتضل فترة أطول حتى تقدر تتخلص منها. حكينا إنه كمان تأثير المواد المخدرة على تأثير على الإباضة والعقم وهالأمور، هي بتأثرني مو بس على الحمل، بتأثرني على الهرمونات بشكل عام، بتأثرني يعني على هرمونات النخامة، بتأثرني على هرمون البرولاكتين، بتأثرني على هرمونات الدورة الطماسية، وبالتالي تنتج مشاكل اضطرابات دورة طماسية وعقم ومشاكل بالإنجاب، مشاكل بالرغبة الجنسية. آخر شيء ندائك لكل حدا عم يتعاطى مواد مخدرة، وبالأخص ندائك لكل النساء؟ هلا أهم شيء يعرفوا أضرار هي المواد. دائما الشخص اللي يتعاطى إنه لازم نتعاطف معه بصراحة، أنا بعتبره هذا مرض، يعني لازم يتعالج، لازم يتقدم له الدعم الكافي. أول شيء لازم يعرف مدى أضرار هي المواد، إيش مدى تأثيراتها على المدى القريب وعلى المدى البعيد. لازم يكون في توعية من المجتمع لأفراده، كذلك من الأسرة لأبنائها. لازم يكون في رقابة، ويعني رقابة على هي المواد ومساءلة ومحاسبة، يعني إنه ما تنكتب من دون وصفة، ما تنعطى من دون وصفة. في بعض يعني عم أحكي عن الأدوية العصبية، طبعا في أدوية عصبية كمان ممكن يصير عليها إدمان وتنطلب، يعني إحنا نكتبها كأطباء، بس المرضى يصير عندهم إدمان عليها ويصيروا بدهم ياخذوها بشكل دائم. فهي شغلات لازم يكون فيها رقابة، ولازم يكون في مساءلة مشان انه هالاشخاص المدمنين ما يكون في سهولة حصول على هاي المواد. شغلة تانية لازم يكون في مراكز علاج، يعني ما بعرف يمكن هون عنا بالقامشلي ما في مراكز علاج لهالامور، رغم انه شائعة صارت بالمنطقة. فلازم يكون في مراكز لعلاج هاي الاشخاص، انه علاجهم من الادمان، ولازم يتقدم لهم الدعم النفسي الكافي. لازم يكون في مراكز علاج نفسي يعني لهي المواضيع. نتشكرك دكتورة كثير على استضافتك لنا، كل الشكر. الله يسلمك، يا وسهلا. بله بینرو تماشاوان انهجاج و مهوانا مجی داد یار کرن کو بعدین هشبر چقاصد عالیه تندرستی دجی زرار لبدن مروان دیکن و بتایبتی زرار لبدن جنان دیکن ام جهی بیدارن کو هر کس جوان مادیان دور بکول لگوری آماری کو دست مده تنه دناف دمهن داویده 340 کس اف درمان آنجی مادین هشبر بکار آنینه راستی داویده دخواز و هیویا مش حمیم البطن کو لزاروک خوا و لدردور خوا مقاطبن هیویدارن کو اف ماده دناو جواك ده بتمامي راببه جواكك بأولى بدو وبخوشي ام بهفرجيان بكن ام الفرش دقيهجن داويا دوسيا خوا حيا دوسيا كيدن هر بختوار